السلام عليكم، مرحبا بالجميع. اليوم السلطة تاع اليوم ان شاء الله غادي نديرو سباغيتي بواحد الطريقه ولا اروع. يعني نديرو بشويه صدر تاع الدجاج. هنا عندكم صدر تاع الدجاج ديرو، ما عندكمش يبقى لكم اختيار. انا توجور نديرو بشويه صدر تاع الدجاج. كي نشي الدجاج ولا نشي الصدر تاع الدجاج نديرها شويه، نديرها في كونجي. كي نبدا نسحق ندير لي بات ولا ندير تجي طبق يعني مغذي، ويجي فيه لي بات، يجي فيه البروتين. نبدا تحضير المكونات. توجور نوري لكم هنايا الوصفه قبل ما نبداو فيها. ويوجد لكم في ربع ساعة يكون هذا الطبق واجد، يعني هذا وقته. الحرة يهمة شوية، سورتو اللي عندها وليداتها غادي يساعدها هذا الوصفة. هناك كما قلت لكم عندي شوية تاع دجاج، تاع صدر تاع دجاج. شوفوا غادي نطحنو بالاشواق. اخوات اللي ما عندهاش الاشواق تجيب البلانش تاعها وتقطع هذاك الصدر تاع الدجاج، تقطعوه مرسوات صغار هكذا، يعني ماشي ما يكونش خشن، باش يطلع لكم البنه في لاصوص تاعكم. والاخوات اللي ما عندهاش الاشواق وعندها بغات ترابيه ديرها في الكونجي تكونجلا، بعدها تحكو بلا راب هذيك باش يتكون لها هذا الصدر مطحون. انا عندي نص حبه بصل مطحونه مرابيه، معروف طماطش كبيره، كركم، بابريكا حاره، الرند ضروري في هذه الوصفه، والملح هذا باش نسحقو في لاصوص تاعنا. والزيت يعني كميه تاع زيت، حاولي اذا ما عارفه لا تعرف السباكيتي يبقى شويه زيت باش يجي بنين. هنا اخواتي بغات دير الزيت دير، بغات دير زيت الزيتون دير. هنايا السباكيتي تاعي راك تشوفوا توجور نغلوه 8 دقائق، ما نزيدوش باش ما يجيناش معجن، يجينا مفركت. بهذه الطريقه انا غميتو 8 دقائق. درت الماء ودرت 2 مغارف تاع زيت باش كي يطيب ما يتعجنليش يبقى مفركت. ودرت ورشه تاع رند وشويه تاع ملح وشويه تاع حرور وخليته طاب 8 دقائق وطفيت عليه. هنايا نروح نطيب لاصوص تاعي كما قلت لكم. نعاود لكم نص حبه بصل مع طماطش كبيره مصبره. انا ما درت فيه هنا طماطش تاع الحبه، درت تاع البواطه هذا مكان. وهذاك اللحم تاعي كنت زدت تاع الدجاج مطحون، ورشه تاع رند ولا 2 ورشات تاع رند، بابريكا حاره، اللي عندها الفلفله الحاره هذا قطعها مرصوصات صغار وديرها في الراس تاعها. نخلي كل شيء يتقلى على غير ذوق. ما قال لك هذوك نغموه ونخلوه داك اللحم يطيب. هذاك الثوم ما تنساوش الثوم، ما تزيدوش سنه تاع ثوم. هنا عندي حطيت فوق النار كل شيء يتقلى. تشوفوا في المقله تاعنا مقله ولا طاجين ولا اللي كاين عندكم. فوالا نخلي هذاك اللحم يطيب يتقلى في غردو مع داك البصل والثوم هذاك الزيبيس. ومن بعدها نروحو يطيبوا ونكبوهم على هذاك، نقصوا هذيك لاصوص اللي في القدره تاعنا بالسباكيتي تاعنا. نخلو حوالي نص كاس تاع لاصوص في السباكيتي باش ما يجيكمش ناشف ما يجيكمش شويه مشمخ. انا لاصوص تاعي طابت، راهي الريحه ما شاء الله. هذيك ريحه الرند وريحه الثوم والبصل وكاع تعرف هذوك الصوالح كامل يعطوا بنا ويعطوا واحد المذاق روعه للسباكيتي تاعنا. ولا هنا طاب كل شيء. الاخوات اللي بغات تزيد الهريسه تزيد الهريسه. غادي كما قلت لكم نزهد هذاك السباكيتي تاعي بعد ما طاب من الماء. نخلو حوالي نص كاس فيه تاع هذا لكن با بلوس، يعني ما تكتروش باش ما يجيكمش يجيكم فيه اللاصوص بزاف. ونكبو هذيك لاصوص نكبو على هذيك في القدره هذيك اللي نطيب فيها سباغيتي. فوالا طريقه سهله مبسطه، حتى الراجل يعني يقدر يقول بزاف لي جان ولا يقدروا يطيبوا هاد الوصفه تجيهم ساهله ماهله وتساعدهم بزاف بزاف، سورتو اللي ما يعرفش يطيبوا. فوالا هنا لاصوص تاعي بعد ما طابت كتشوفوا غادي نكبها كما قلت لكم سباكيتي. نقص منه كامل هذيك لاصوص، خلي حوالي نص كاس برك هذا مكان. كتشوفوا حوالي نص كاس في القاع تاع القدره تاعي. نكب عليه هذاك السباغيتي ونخلط. يكون السباغيتي تاعي يعني واجد حاضر. فوالا كتشوفوا لي دام هذاك هو يعطيني البنه السباغيتي تاعنا. نخلطوا هذوك المكونات كامل نتلاقى معكم في صحن التقديم ان شاء الله باذن الله. وصفه سهله مهله وسريعه التحضير، في ربع ساعه تقدروا توجدوها. سورتو اللي ما عندها خدامه واللي ما عندهاش الوقت هذه تساعد اكيد على الوصفه. وانا سباغيتي راه طاب تاعنا واجد ما شاء الله حار. وهذاك الصدر تاع الدجاج يعطي واحد البنه ولا اروع. وطريقه سهله في التحضير. الى هنا ينتهي الفيديو تاعي، الى اللقاء نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. متنساوش ديرونا بصمه وتشتركوا في القناه وتدعمونا وتحطونا كومنتير شباب. والى اللقاء.